هنعمل النهارده الدوناتس بجد من أحب الحلقات على قلبي اللي هنعملها سوا. الدوناتس من أكتر الحاجات اللي بعتها على الجروب، الناس بتحبها جدا. هعلمكم تعملوا العجينة صح، تطلع الدوناتس هش وفلافي، ما يكونش مكتوم ولا شارب نقطة زيت. كمان الدوناتس من الحاجات اللي بتكون فريش، بتكون أحلى لما تكون لسه فريش أحسن ما تكون بايتة. فبره في المحلات بتكون مقلية ومركونة كام يوم، ما بتكونش حلوة خالص. وهديكوا كمان افكار كتير للتزيين. انا عملت في الفيديو ده مع كل الدوناتس اللي هو مخروم من النص والمحشي. وتقدروا تعملوا اللي تحبوه. اللي بيشوفني لاول مره ما ينساش بقى يشترك في القناه ويفعل الجرس. ويسيب لي كومنت حلو. اول حاجه معانا 4 كوبايات ونص من الدقيق نخلينهم كويس. بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. نص كوباية من الزبدة، يعني حوالي 4 مكعبات. 3 معالق كبار من السكر، كوباية لبن يكون دافي. كيس خميرة وفانيليا. اول حاجه هحط الخميره والسكر واقلب المكونات الجافه. انا عايزه اقول لكم ان نص كيلو الدقيق ده هيطلع معانا كميه كبيره، فلو انتوا عايزين تعملوا نص المقدار تقسموا المكونات على 2. وهحط لكم المكونات لو هتقسموها على 2 في صندوق الوصف تحت. هنحط بقى البيضتين والفانيليا. انا حطيت كمان كيس فانيليا علشان ريحه البيض ما تبانش في العجينه. وهحط الزبدة. الزبدة برضو تكون بدرجة حرارة المطبخ علشان نعرف نسيحها في العجينة بإيدينا. هقلب المكونات زي ما عودتكم في العجين. بقلب المكونات الأول بالمعلقة، وشوية شوية ببدأ أحط المواد اللي هي السايلة. اللبن يكون دافي علشان العجينة تتخمر معانا على طول، عشان احنا كمان في شتاء. وحتى لو بتعملوا في صيف برضو يستحسن ان السوائل تكون دافية. هنا العجينة هتاخد مني بالظبط هو كوباية اللبن اللي انتوا شفتوها دي. تقدروا تعجنوا بمية لو حابين، لو عايزين مية يعني. بعد كده بقى هبدأ بقى أعجن بإيدي. أنا هنا بعمل شفتوا اللي هي الزبدة، بسيحها بإيدي. هي الزبدة بتسيح بسهولة علشان بتكون بدرجة حرارة المطبخ، ما بنكونش لسه مطلعينها من التلاجة يعني. العجينة دي مش بيتحط لها سوائل تاني كتير، علشان هي اصلا العجينة دي بتكون ملزقة، وهتشوفوها معايا في الاخر بعد ما تلم. فما تحطوش سوائل تاني. هتفضلوا تعجنوا كده هتتلم معاكم. بتكون بتلزق جامد في الاخر وبعد كده بتتلم. تفضلوا برضو تعجنوا كده لحد ما تتلم معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد ما الدقيق كله يختفي زي ما انتوا شايفين كده. كده العجينة اتلمت معايا خلاص. هحطها بقى انا في الفرن، بدفي الفرن شوية. وبعد كده بطفي النار وادخلها واغطيها وادخلها في الفرن. علشان في تخمير العجين في الشتا بيكون صعب، زي ما انتوا شايفين كده هي طالعة بتلزق شوية معايا. هي دي عجينة الدوناتس. انا غطيتها كمان بحاجة كمان علشان تتخمر هنا بعد حوالي ساعة ونص. كانت اترفعت كده. ده طبعا البوكس الشهير اللي لازم تاخده اي عجينة. لسه في تخميرة تانية بعد ما هنقطع العجينة. زي ما انتوا شايفين العجينة بتتمط معايا وجميلة. هرش بقى رش الدقيق وبعد كده هفردها. وزي ما انتوا شايفين العجينة طرية وحلوة. هنفرد بقى العجينة، هنفردها بسمك كده سنتي. يعني ما ترفعوش العجينة خالص، لازم بسمك سنتي كده. علشان العجين يطلع مظبوط معانا، التقطيع يطلع مظبوط معانا. لو لقيتوها بتلزق معاكم من فوق ترش رشه دقيق زي ما انتوا شفتوني كده وانا برش، عشان انا قايله لكم العجينه دي فيها سنه تلزيق. انا بقى ما عنديش قطاعه دوناتس. هل مش هعمل الدوناتس؟ لا طبعا هعمله زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده. ما فيش حاجه بتوقفني. مج زي اللي انتوا شفتوه ده تكون فتحته كبيره، او غطا بلاستيك من اللي هو بتاع علب البلاستيك. بس انا لقيت التقطيعه بتاعته هتكون كبيره قوي فعملت بالمج. بنقطع كده، بس بنحط الاول المج او اي حاجه هنقطع بيها، سواء قطعت دوناتس او مج، في دقيق علشان يقطع معانا ما يلزقش. فانا كنت بحطه في دقيق بس ما كانش باين يعني الدقيق قدام الكاميرا. وبعد كده بالبلم اللي هي بتاعت التزويق دي، وبعمل بيها الخرم الصغير. ممكن غطا عندكم صغير او اي حاجه من دي.
وبقطع بقى. حلو التقطيعة اللي هي ما تكونش كبيرة قوي ولا تكونش صغيرة قوي، علشان خدوا بالكم لسه هو هيخمر تاني وهيكبر، فخدوا بالكم في التقطيعات تعملوها صغيرة مش كبيرة قوي، عشان لسه هينفخ معانا وهيخمر تاني. فبشيله اهو. انا بحطه على ورق زبدة، وساعات ما بيكونش عندي ورق زبدة برش رش الدقيق في الطبق اللي هحط عليه الدوناتس يخمر تاني، وبحطه فوق الدقيق، وقبل ما احطه في الزيت بطلعه كده واشيل من عليه الدقيق. لو في حاجة هتغلبكم بتعملوها برضو بالسكينة وانتوا بتطلعوا، وبتسووها كده بايديكم، ولا في اي مشكلة. طبعا العجين اللي بيطلع ده بنعجنه تاني وبنرجع نفرده ونقطعه تاني. انتوا ممكن تسيبوه بقى، تسيبوه تريحوه عشان ما يغلبكوش في الفرد، بس انا الصراحة فردته على طول علشان كنت مستعجلة، عشان العجينة بتعوز ترتاح شوية، بس انا فردته عادي يعني، هو كده كده بيتخمر تاني، فروحت حاطة دقيق كده وفرداه تاني. هو الدقيق اللي هو المقدار ده هيطلع لكم بالظبط حوالي 16 واحدة، يعني يكفوا العيلة كلها ما شاء الله، المقدار حلو. ولو هتعملوا نص المقدار هيطلع لكم حوالي 9 وحدات، 8 وحدات، هتقسموا النص بقى. هنفرد بقى وهنقطع تاني. اللي هتسيبوها بقى عشان تحشوها من جوه، ومش هتخرموها بقى من النص وهتسيبوها كده. هوريكم بقى سمك الدوناتس، زي ما انتوا شايفين سمك سنتي، اللي هو ايه، نص عقلة الاصبع كده، زي ما انتوا شايفين. هوريها لكم. ايوه السمك اللي انتوا شايفينه ده، ما تقطعوش اقل من كده عشان تطلع الدوناتس معاكم حلوه كده. بنسيبها تخمر تاني حوالي نص ساعه، وبعد كده بقى نبدأ نقليها. بنغطيها برضو كده. انا خلصت، هغطيها بقى حلو واسيبها زي نص ساعه، وبعد كده ابدأ اقليها. نبدأ نقلي بقى الدوناتس في زيت غزير على نار تكون وسط. بختبره الزيت بحتة العجينة اللي بتفضل في الآخر، أنا شكلتها الشكل ده. أول ما بترفع كده فوق الزيت بعرف إن الزيت سخن، وببدأ أحط الدوناتس على طول في الزيت، علشان ما ينفعش نحط الدوناتس في زيت بارد هيشرب زيت. المعلومات دي بقى مهمة علشان يطلع معاكي الدوناتس خفيف وهش كده، ومش شارب ولا نقطة زيت، حرفيا ما بياخدش معانا دقيقة وبيكون اتقلى. ونقلبه على طول على الوش التاني، يعني ثواني كده على الوش ده، اول ما بيحمر بنروح قلبينه على الوش التاني على طول، وبنطلعه. النار وسط، ما بنغيرش النار، يعني ما نعليش جامد ولا نوطي جامد. زي ما انتوا شايفين هو حرفيا دقيقة بالظبط في الزيت، وبيتقلي على طول ما بياخدش اي وقت. بنطلعه على مناديل مطبخ او ورق زبدة علشان الزيت يشربها، والدوناتس ما يشربش زيت خالص، فبنحطه على مناديل المطبخ او ورق الزبدة بيتصفى عليها كده. وزي ما انتوا شايفين ثواني على الجنب ده وثواني على الجنب ده، وبيكون مقلي على طول. طبعا الخط الفاصل اللي بيطلع في الدوناتس ده اللي هو الخط الابيض ده، ده من دليل على نجاح الدوناتس يعني. بس لو ما طلعش عادي برضو يعني، بس عشان انا كنت بشوف في جروبات في ناس بتشتكي بقى هو الخط ده ايه ومش عارفه ايه، لا ده لما تلاقيه تفرحي يعني. فالخط ده بيكون جميل قوي في الدوناتس. انتوا شايفين طبعا التخمير، انتوا بتاخدوا بالكم بتلاقوه اترفع عن ما كنتوا حاطينه، فبتبدأوا تقلوا فيه. انا سبته حوالي نص ساعة، لقيته اتنفخ كده عن ما كنت حاطاه، فروحت بادئه ان انا اقليه. اول ما بتحطوه كده بينفخ على طول وبيطلع بجد يعني. انا بحس بمتعة وانا بعمل الدوناتس ده.
الدوناتس بقى اللي هي محشية بنطلعها، انا جبت اللقطة كده للسكر عشان اعرفكم. بنحطها اول ما بتطلع من الزيت، بنحطها على السكر اللي هو بيكون ناعم ده. مش السكر الناعم اللي هو مطحون، لا، السكر اللي هو بيكون مش مطحون بس حبته ناعمة. بنحطه اول ما يطلع من الزيت على طول في السكر عشان السكر يثبت عليه. انا هنا بحشي حشوة النوتيلا. بافرّغه الأول من جوّه كده بالسكينة، وبابدأ أحشي بالنوتيلا. النوتيلا دي إحنا عاملينها مع بعض على القناة، هاحط لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. هاحشي، أنا حشيت 3 بالنوتيلا وهاحشي 3 بالمربى، مربى فراولة، ماما اللي عاملاها في البيت، هاعملها قريب معاكم على القناة بإذن الله. بس وإحنا بنحط بقى، في قطع في المربى كده بقى بتعصلج معانا يعني، ممكن تطحنوها في الخلاط، تضربوها ضربة صغيرة كده في الخلاط. بس أنا باحب القطع اللي بتكون في المربى دي، انتم وراحتكم بقى. هنبدأ بقى نزين باقي الدوناتس اللي هو مخروم من النص. أول حاجة هاعملها اللي هي الجليز ده عبارة عن سكر أبيض ولبن. سكر ناعم يعني بنطحن سكر، وحطيت عليه معلقتين لبن. حسيت ان هو خفيف، هارجع احط عليه سكر ناعم تاني لحد ما احس ان هو تقيل كده. الجليز ده بيدينا شكل الشوكولاته البيضاء، بجد طعمه تحفه. من الحشوات، من حاجات التزيين اللي هي الاقتصاديه يعني صراحه. انا هرجع تاني هزود سكر عشان هحس ان هو خفيف. ده بقى الكراميل اللي عملناه برضو على القناه، هحط لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين الدوناتس هشه جدا وخفيفه. هنبدأ بقى نزينها. أنا هنا حسيت إن هو الشوكولاتة اللون بتاعها هيروح، اللي هو الجليز ده، فهارجع أحط عليه سكر تاني أبيض، سكر قصدي ناعم، وأحط عليه برضه باحط فارماسيه، فهاتقله تاني علشان عايزة الجليز يثبت عليه من فوق، ويدينا شكل الشوكولاتة البيضاء، ما يشربهوش يعني الدوناتس، ما يشربش الجليز. وهتشوفوا في الآخر زي ما شفت في أول التصوير في أول الفيديو، هتشوف في آخر الفيديو برضو هتثبت عليه كأنها شوكولاتة بيضاء. وبحط فوقها بقى الفرماسيل الملون ده، الأطفال بتحب الحاجات دي جدا. أنا هقسم بقى الدوناتس بتاعي، هعمل 4 بالجليز الأبيض و4 كراميل كده يعني. انا هديكوا افكار كتير للتزيين وانتوا زينوا براحتكم بقى. وهنا بقى احط في الكراميل. هبدأ بعد كده بقى احط، يعني في حطيت عليه فرماسيه، وفيها احط عليه بقى ايه، خطوط بالشوكولاته النوتيلا على الكراميل وعلى الجليز. هديكوا افكار كتير بقى وانتوا زينوا براحتكم خالص. وفي كراميل برضو حطيت عليه فرماسيه. هنا بقى الجليز الابيض هحط عليه لون احمر بودرة. طبعا ده لون غذائي، طبعا هو وقع مني بس انا شلته، ومش بنحط كتير كده، هي نطرة صغيرة بتدينا اللون. اللون ده غذائي وفيه بيكون جل. وهعمل بقى ايه باللون اللي هو البامبي ده، بجد كان طعمه تحفة. هحط بقى بعد كده على الجليز اللي لونته احمر ده، هحط عليه خطوط برضو بالنوتيلا كده وفرماسيه. هنا بقى انا جبت قالب الشوكولاته قبل ما اخد منه واسيح، عشان هعمل في الاخر اللي هم الشوكولاته. وهو كده جامد زي ما انتم شايفين. بروح واجيب السكينه كده عشان اعمل الشوكولاته كده، ابشرها كده عشان هزين بيها. انا هنا حطيت نص قالب شوكولاته سما اللي هو 100 جرام، هحط عليه، انا ما حطيتش الربع كوبايه اللبن دي كلها، انا هحط عليه 3 معالق بالظبط من اللبن. وهتكون دي بقى هزين بقى، ده تزيين الشوكولاته. 3 معالق بالظبط من اللبن على نص قالب الشوكولاته. انا كنت بزين الاول الدوناتس بشوكولاته بس من غير ما احط عليها لبن، بس واحنا بناكل الشوكولاته دي بتتكسر، فبنحط عليها بس 3 معالق لبن عشان الحشو يبقى واحنا بناكل ما يتكسرش كده.
هاحط بقى بشر الشوكولاتة اللي أنا بشرته، بجد عطى شكل تحفة. خطوة سهلة جدًا زي ما شُفتوا، أنا باثبّت قالب الشوكولاتة وباعمل الإيه، بالسكينة رايح جاي بيدّينا البشر الحلو ده. هاعمل 3 كده واللي باقيين هاحط عليهم فارماسيه تاني من اللي هو الملوِّن بس كبير شوية. بجد الحاجات دي بيحبها الأطفال جدًا والله والكبار كمان. كده أنا زيّنت الدوناتس كلّه وخلّصته معاكم وزي ما أنتم شُفتوا جِبت كل حاجة بالتفصيل. وبكده تكون حلقتنا خلاص انتهت. شوفوا بقى المنظر الجمالي المبهر ده، بجد الأطفال بتحب الحاجات دي أوي، وأنا عايزة أقول لكم والكبار كمان. الدوناتس طالع تحفة، تحفة يا جماعة. بشهادة كل اللي داقوه يعني، سواء اللي خدوا مني أو اللي في البيت. أنا هاقطم بقى حتة معاكم كده وهاوريكم قد إيه العجينة طالعة هشة وfluffy، وزي ما أنتم شايفين كده مفرغة من جوه. وباعملها كده بتطلع وبتنزل، ده دليل إن هي هشة ومش شاربة ولا نقطة زيت. اتبعوا كل حاجة أنا قُلتها من أول العجينة والقلي وكل حاجة، وهتطلع معاكم كده بالضبط، ما فيهاش غلطة. والدوناتس كمان المحشي أنا ما فرّغتهوش كلّه من جوّه، ولقيت الحشوة كلّها داخلة فيه من جوّه، ده دليل إن هي مفرّغة والعجينة هشة مش مكتومة، إن الحشوة تدخل فيها كلّها كده من غير ما أفرّغها. والشوكولاتة برضه باظظ خالص يعني. هاحط لكم لينك الكراميل ولينك النوتيلا دي اللي أنا عاملاها تحت، وعايزاكم تبعتوا لي تطبيقاتكم على الخاص، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ونتقابل في وصفة جديدة. سلام.